اوقات كتيرة بتعدي عليكي بتبقي مش عارفة تمشي اليوم ازاي. ايه رأيك في فيديو النهاردة؟ ان شاء الله عايزة اقولك ان التكلفة بتاعته مش هتعدي ال50 جنيه بأمر الله. عارفين ان احنا خارجين من الامتحانات، وفي اللي كانوا جايبين كتب المراجعة ومذكرات المراجعة. طبعا خارجين مضغوطين، غير ان احنا لسه هنجيب الكتب دي وهنجيب المذكرات. فبتحسي ان الدنيا اليومين دولت بتكون ضيقة، وعايزة ان انت تمشيها بأي حاجة عشان تقدري ان انت توفري اي فلوس، عشان تقدري ان انت تمشي اليومين دولت. زي ما اتفقنا، أكلة النهاردة مش هتعدي ال50 جنيه. أكلة سهلة وبسيطة جدا، وأطفالنا كلها بتحبها، حتى الكبار. عايزة اقولك ان اكلة النهاردة ممكن تمشيها فطار غدا عشاء، مش بتقول لأ. حتى لو مشيتيها فطار هتبقى ارخص من الفول والطعمية. يلا بينا ندخل ونشوف الفيديو. بس قبل ما نشوف الفيديو، يا ريت ما ننساش نسمي الله ونصلي على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا نشوف عملنا ايه. انا النهارده كنت محتاره هطبخ ايه. كان عندي بطاطس، ففي دماغي ان انا اعمل شويه رز وبطاطس وامشي اليوم. بس طبعا شويه رز وبطاطس بيكون محتاجين جنب منهم بتنجان او سلطه، فهكلف نفسي برضو. طيب هما قالوا لي ايه رايك يا ماما ان انت تعملي لنا سندوتشات بطاطس في عيش سوري. قلت لهم خلاص، يعني هي جت على قد العيش بس اللي انا اجيبه من بره، وجبت كمان زبادي اللي انا اعمل لهم توميه. البطاطس كانت موجوده عندي. البطاطس دي عشان كانت كبيره شويه جايبه الكيلو ب10 جنيه، وما بتكون صغيره يعني هي مش كبيره قوي، يعني تعتبر وسط. جايبه الكيلو ب10، وما بتكون صغيره خالص بجيب الكيلو وربع ب10، اللي هي بتبقى للسليق. ممكن تعمليها على بعضها، بيكون حجمها عامل زي البيضة كده، وبتكون حلوة وبتمشي معانا. قشرتها غسلتها، وبعد كده نقعتها في المية، حطت لها شوية ملح وحطت لها شوية خل، وبعد كده قلبتهم مع بعض وسبتهم على جنب لغاية ما اشوف هعمل ايه تاني. قلت اعمل لهم تومية. هما بيحبوا التومية دي جدا، يعني حتى اوقات كتيرة بعملها واحطها في التلاجة ان هما يعملوها في الفطار مع اي سندوتش يعملوها، سواء التومية او الكاتشب. وبعملها اقتصادية وعلى قد الايد، بدون بقى مايونيز وبدون يعني لبن. اللي موجود بعمل بيه. بعلبتين زبادي ب10 جنيه، او في 3 بيبقوا ب10، بيكون حجمهم صغير، بعملهم بيهم. جبت كوباية من النشا، حطيت عليهم 3 كوبايات من المية، وحطيت نص معلقة من الثوم. ممكن تحطها دلوقتي او ان انت تضربيها في قلب الخلاط، ده براحتك. بس لو انت عايزة طعم الثوم يكون ظاهر اكتر، حطيها قلبيها مع النشا وسويها مع النشا، هتديكي طعم احلى. بتقلبي النشا لانه طبعا بيتكتل معاكي اول ما بتحطي عليه المية، فبتقلبيه كويس لغاية ما تتأكدي ان هو داب معاكي. بعد كده بترفعي المكونات دي كلها على النار، وتفضلي تقلبي لغاية ما يربط معاكي. انا هنا مش هكتفي ان هو يربط بس، لا، اول ما يربط هفضل اقلب فيه لغاية ما النشا تستوي معايا، عشان ما احسش بطعم النشا واحنا بناكل. وكمان هنا ما ينفعش ان انتي تحطي الحل او الطاسة على النار وتسيبيها، لا، لازم طول ما انتي واقفة لازم تفضلي تقلبي كده عشان النشا ما يتحرقش معاكي. حتى لو فرضا كتل معاكي مفيش اي مشكلة، احنا كده كده لسه هنضربه في الخلاط فهيفك معاكي. اهم حاجة ان هو ما يتحرقش معاكي. هتفضلي تقلبي لغاية ما يربط، وزي ما اتفقنا اول ما يربط ما ينفعش ان احنا نطفي عليه كده، لا، هسوي النشا عشان ما احسش بطعمه. انا هنا حطيت كوباية من النشا، عليها 3 كوبايات من المية، ونص معلقة كبيرة من الثوم. بعد ما خلصت بقى الطومية، انا قصدت اللي انا اعملها بعد البطاطس عشان ان هي تبرد معايا. كده خلاص انا هطفي عليها، ونشوف بعد كده هنعمل ايه. هعمل الكاتشب. كان عندي الصلصة. طبعا الصلصة دي انا مفرزاها معاكم كتير في القناة، وقلت لكم اللي انا عينها بتنفعني في اوقات كتيرة قوي، في وقت ما بيكونش معايا اللي انا اشتريها، او كمان في وقت بيكون الطماطم غالية معايا. طلعت كيس بحطه كده في علبة، وبفضل استخدمه طول الاسبوع لغاية ما يخلص، وارجع اطلع غيره. اخدت في حدود كوباية، وبعد كده جبت كوباية من المية، وحطيت عليها معلقة من النشا، وبعد كده قلبتهم مع بعض وحطيتهم على الصلصة دي. حطيت عليها بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا، وحطيت زعتر، وحطيت كمان السكر، معلقة كبيرة من السكر، وحطيت الخل. عايزة اقول لكم ان الكاتشب ده سريع،
وعايزه اقول لكم والله العظيم طعمه ما يفرق عن اللي بره حاجه، يعني ما تستغربوش ان هو معمول بالطريقه دي، بس طعمه تحفه. يعني يكفي ان هي حاجه معموله في البيت، نظافه وبدون اي الوان صناعيه او مواد صناعيه او طعم صناعي، حاجه كده طبيعيه معموله في البيت وعارفه انا عامله ايه. بقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعضها كده على البارد، وبعد كده هاخدها وهرفعها على النار. عشان انا حطيت النشا في البداية، فبرضو مش هينفع ان انا اسيبها على النار. وهنا مش هتاخد وقت، زي ما انتوا شايفين الصلصة هنا اصلا تقيلة. فمجرد بس ان هي اول ما تبتدي ان هي تغلي هديلها غلوتين، وبعد كده هطفى عليها. وهنا ما باجي بعمل الكاتشب بحبه ان هو يكون تقيل. كمان برضو ما باجي بعمل اللي هو التومية بحبها ان هي تكون تقيلة، بالاخص لو انا هعملها في سندوتشات. ليه؟ عشان ما لاقيهاش بتسيل معايا في قلب السندوتش. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ وعايزه اقول لكم على ريحتها وطعمها تحفه. هسيبها بقى ان هي تبرد على جنب. على ما كنت خلصت الكاتشب كان النشا كان برد معايا. جبت الشفشة الخلاط حطيتها في قلب منها، وحطيت زبادي. حطيت هنا علبتين كبار من الزبادي، وحطيت الملح، وحطيت نص او ربع كوباية من الزيت. انا هنا مش بكتر الزيت، لو لقيتها محتاجة بزود مية او لبن، لكن ما بزودش زيت، يعني معلقتين كده وخلاص عشان عايزاها تكون خفيفة. طبعا لو زودتي لبن بيكون طعمها احلى من المية، بس اللي كان موجود عندي هو ما كانش عندي موجود غير العلبتين الزبادي دول، وزودتها بالمية. وحطيت خل. لو انت حابة بقى ان انت تضيفي عليها مايونيز براحتك، بس انا ما ضفتش، انا سبتها على كده. والله العظيم طعمها تحفة. اللي انا ضفته في الاخر ده كانت معلقة من الخل. وهنا لما تيجي تضربيها، يعني مثلا لو لقيتي الخلاط واقف، مش تضيفي مية على طول او لبن على طول، لا افصليه وشغلي. ممكن يشتغل تاني، يعني قلبي كده وافصلي وشغلي، هتلاقيه اشتغل معاكي. شايفين القوام بتاعها؟ وهنا على ما اسيبها، يعني هسيبها على ما احمر البطاطس هتلاقوها تقلت اكتر. وزي ما اتفقنا انا عايزه القوام هيكون تقيل عشان ما تسيلش معايا في العيش وانا بعمل. هنا بقى بحمر البطاطس كانت اخدت وقتها خلاص، صفيتها من الميه، وبعد كده بحمرها في الزيت. مش هتاخد معانا وقت، أكلة سهلة وبسيطة والله العظيم، وتكلفتها بسيطة جدا، وأغلبية مكوناتها بتكون عندك من الحاجات اللي انت كنت بتجيبيها حاجات الأسبوع أو حاجات الشهر. لو انت بتجيبي حاجات الشهر مرة واحدة، فاضل عندك كام بطاطساية كده، على عندك طماطم في قلب التلاجة حتى لو مستوية، هتطلعيها وتضربيها في الخلاط وتعمليها. يعني ممكن تجيبي بس علبتين زبادي وتعملي بيها الأكلة بتاعت النهاردة، وممكن يكونوا موجودين عندك. حتى لو مفيش عندك زبادي ممكن تعمليها بلبن لو هو موجود عندك. هنا البطاطس بتحمريها، لو انتي بتحبيها تكون مقرمشة ممكن ان انتي تحمريها على مرتين، يعني بتخليها نص تحميرة كده في الاول، وبعد كده بتحطيها على مصفى ان هي تصفي الزيت بتاعها، وتجيبي حاجة كده وتفرديها عليها لغاية ما تنشف خالص او تبرد خالص. وبعد كده بترجعي ان انتي تقليها قلية تانية عشان تديكي قرمشة معاكي. بس هنا انا عشان هحطها في عيش فانا عايزاها تكون طرية، مش عايزاها تكون مقرمشة، وكمان مش طرية للدرجة، لا يعني معقولة. وكمان لما باجي بصفي الحاجة بحب ان انا اصفيها على مصفى مش على مناديل. ليه؟ لان المناديل بتلزق في الاكل. فاحسن حاجة ان انت تصفي عليها اي مقالي انت بتعمليها، مصفى، اي مصفى عندك، طلعي من على البوتاجاز او من الزيت، حطي في قلب المصفى على طول. بعد ما خلصت حطيت شوية ملح، فلفل اسود، وشوية من الكمون ده اختياري، بس ما تكتريش قوي عشان طعمه ما يظهرش معاكي في السندوتشات، ده لو انت مش بتحبي طعمه يظهر قوي. بعد كده بقى بتقلبي البطاطس دي كلها مع بعضها كويس جدا عشان الملح والفلفل والكمون كله يتوزع مع البطاطس. وهنا ده العيش السوري، ده اشتريته من بره جاهز. بتعمليه، عايزه اقول لكم ان هو بيكون حلو جدا. العيش ده بيكون رقيق زي ما انتوا شايفينه. لو انا جيت احط عليه الكاتشب والثوميه هلاقيه هيتقطع معايا لانه رقيق. طب اعمل ايه؟ جبت العيش اللي هو البلدي بتاعنا، فتحته اتنين، يعني عملت الرغيف على اتنين، الوش والظهر. باخد جزء منه بحطه على العيش اللي هو السوري ده، وبعد كده بحط عليه الكاتشب والطومية. وزي ما انتوا شايفين الكاتشب والطومية زي ما انتوا شايفينها كده متماسكة، مش سايلة زي ما قلت لكم. وتحط كمية البطاطس اللي انتوا عايزينها،
وبعد كده لو حابين تحطوا كمان عليها كاتشب وطوميه براحتكم. وبعد كده تقفلي الرغيف. عايزه اقول لكم ان الرغيف رغيف محترم، الرغيف بيشبع. يعني احنا ما كنا بناكل في الرغيف التاني ما كناش قادرين نكمله، لان احنا حاطين في قلب منه عيش مديله تماسك، وكمان في نفس الوقت تحس ان هو بيلكم يعني العيش كتير. وعايزه اقولك العيش ده كمان لوحده، اللي هو العيش السوري ده لوحده، بتحسي ان هو طعمه مش ظريف لوحده. فانتي لو حطيتي العيش اللي انا بقولك عليه ده، العيش بلدي عادي، هيديله طعم احلى. عايزه اقولك في المطاعم بره مش بيعملوا العيش السوري بس، لا بيجيبوا اللي هو العيش الشامي، اللي هو العيش اللي بيكون ابيض، طبعا بيكون اطرى من العيش ده، فبيحطوا الرغيف على بعضه عشان برضو بيعطي تماسك للرغيف، وكمان في نفس الوقت بياخد يعني بيشيل الحشوة. زي ما اتفقنا او زي ما قلت، لو انتي حطيتي الحشوة على الرغيف على طول هتلاقيه هيبوش لانه رقيق جدا، فهيتقطع معاكي. هنا بتعملي بقى العيش كله، انا بعمله كله اهو زي ما انت شايفة. بسم الله ما شاء الله اداني كمية محترمة. عايزة اقول لكم ان انا عملت الفيديو ده قبل كده، وكنت عملته بالعيش اللي هو البلدي ده. يعني انتي كمان لو مش عايزة تكلفي نفسك، مش شرط ان انتي تشتري العيش ده، اعمليه بالعيش اللي هو البلدي. بس طبعا هيكون طري، تكوني عاملة حسابك ان هو في اليوم ده تكوني لسه جايباه طازة عشان تعرفي تلفيه ويتلف معاكي. بعمله وبعد كده بحمره عادي، مفيش اي مشكلة، وبيبقى طعمه حلو برضو. بس هنا يعني انا حبيت ان انا اراضيهم، هم طلبوا العيش السوري ده، فانا حبيت ان انا اراضيهم وحبيت ان انا ما ازعلهمش. بعد ما خلصت لف العيش في نفس الطاسة اللي انا كنت بحمر فيها البطاطس، فضيت شوية من الزيت، وبعد كده بحط العيش في قلب الطاسة وبضغط عليه عشان يديني تحميرة زي ما انتوا شايفين. مش هيتحمر معايا غير لما اضغط، وحاطة سنة زيت كده بسيطة عشان تساعد على التحمير. وهنا بفتح الرغيف، هوريلكم الرغيف من جوه شكله عامل ازاي. بسم الله ما شاء الله تحفة. عايزه اقول لكم بقى ما كانش عندي خيار اللي انا اعمله، كنت عملت خيار سريع كده وكنت حطيته في قلب منه، كان هيديله طعم حلو. بس زي ما قلت لكم انا مشيت باللي عندي. كان عندي مخلل لفت حطيته جنب منه، اللي عايز يبلع بيه يبلع. بس اللي طبعا ما كانش هينفع ان انا اقطعه واحطه في قلب السندوتشات، مش هيبقى ظريف، فانا حطيته كده في جنب للي عايز ياكل مع السندوتشات. وده شكل السندوتش. وزي ما قلت لكم والله العظيم الرغيف لوحده يشبع. أكلة اقتصادية وعلى قد الإيد، ومش شرط أكلنا كل يوم يكون فيه رز أو مكرونة، لا تغيير أكلات كتيرة قوي بعديها في نص الأسبوع اللي أنا أعملها بعيش عشان أوفر شوية برضو من الرز. كنت أنا عاملة لكم العجة المرة اللي فاتت أو فطيرة البطاطس كانت تحفة. ده فيديو النهاردة، يا رب يكون نال إعجابكم. أسيبكم في رعاية الله واستودعكم الله.